من غير لحمة ولا فراخ. النهاردة هنعمل صينية البطاطس بطريقة جديدة سهلة وبسيطة وأكلة اقتصادية مع الرز بشعرية ومع السلطة الخضراء. هنبدأ نشوف مكونات مع بعض. معانا ده نص كيلو بصل، تقدري تكتري الكمية زي ما انت عايزة. نحاول واحنا بنقطع البصل نخلي الجدر اللي تحت دون واحنا بنقشرها، خلي الجدر عشان الجدر ده هو اللي بيخلي البصلة متماسكة معانا، نقطعها بمنتهى السهولة متفككش معانا ولا حاجة. احنا كده بنقطعها حلقات اهو، والجدر زي ما هو على طول في منتهى السهولة قطعناها. هنفككها كده من بعض بقى عشان واحنا بندعكها بالملح والفلفل تبقى سهلة معانا. الخطوة دي مهمة جدا ان احنا بنحط عليها ملح وفلفل، ندعكها كويس جدا بتدي طعم حلو جدا البصل. هنقطع بقى الطماطم حلقات، ولو عندك فلفل حامي انا هنا حاطه رومي، لو عايزه حامي برضو حطي. هنشوف بقى نشوف البطاطس بقى. ده نص كيلو برضو، لو حبيتي الكميه دي براحتك. هنقطع البطاطس تكون حلقات بعد الشيبس بشويه كده عشان تاخد سوى الطماطم وتاخد سوى الفلفل، يبقى كله سوى واحد. يعني الطماطم ما تتهريش والفلفل يتهري والبطاطس تبقى لسه نيه. هنبدأ نشوف بقى البهارات بتاعتنا. معانا ملح وفلفل، معانا بهارات لحمه، ورشه من القرفه والجنزبيل بتدي طعم حلو جدا القرفه والجنزبيل، ومعانا توم بودره وبصل بودره، من كل حاجه كده نص معلقه صغيره. هنبدا بقى نقلب المكونات دي كويس جدا مع بعض. نكون بقى محضرين الفرن بتاعنا في الوقت دون على اعلى درجه. هنحط الصينيه في النص. صينيه بقى شوفي لو صينيه بايركس او ألمونيا اي حاجه. هنبدا بقى نحط نص في الصينيه البصل الاول، وبعد كده نحط بقيه المكونات. هنحطها في فرن من غير ميه ولا اي حاجه، هي الخضار هينزل ميته وهيديها طعم حلو. لو احتاجنا ميه هنبقى نحط. هنشوف الرز بقى. حطينا كميه السمنه، بعد كده حطينا الشعريه، نقلبها كويس جدا. اهم حاجه تاخد لون حلو كده، ما تكونش فاتحه عشان بعد ما نحط لها الميه بتفتح، فلازم نغمقها شويه. كميه الميه اللي بنحطها للرز احنا عملنا قبل كده، بس انا بقول بسرعه، احنا عملنا الرز قبل كده فيديو بالتفصيل، ممكن ترجعي له عندي على القناه. كميه الميه بقى اللي بنحطها، الرز قد مقدار الميه، والشعريه كوبايه الا ربع ميه. بعد كده ما غلي معانا دقيقتين 3 وبدأ يتشرب، هنبدأ نهدي النار واحده واحده. وزي ما قلت لك لو عايزه تشوفي الفيديو بالتفصيل هتلاقيه على القناه عندي. شايفين الرز مفلفل وجميل، طريقه حلوه جدا وبيدي نتيجه هايله لو مشينا على الخطوات بالظبط. كده خلاص الرز دخل في السوا. هنبقى نعمله بظهر المعلقه كده نسويه علشان البخار بقى يسوي الرز 5 دقايق كمان ويكون استوى. هنبدأ نشوف الصينيه بتاعتنا اللي في الفرن. انا طلعتها، كانت تحتاج نص كوبايه ميه، حطيت لها نص كوبايه ميه سخنه. لو زودتي ميه حطيها ميه سخنه، انا زودت نص كوبايه بس عشان بتبقى لما نحط ميه كتير بتبقى يعني تحس ان هي هتعجن، لكن هي كده جميله جدا وتطلع مقرمشه وجميله. دهناها، طلعتها دهنتها من فوق الوش سمنه او زيت، وبعد كده 10 دقايق طلعتها بقت المنظر الجميل دون. شايفين؟ اكله جميله وبسيطه وبألف هنا.